السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخ خان على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة طبعا هشيل الفراولة والجوافة، وهقول لكم طبعا اسعار الخضار اللي انا جبته، علشان بس في ناس كتير علقت لي وقالت لي ازاي بتشيل الخضار وهو غالي. اولا انا ما بشيلش لما بيكون الخضار غالي، مش بشيله غير لما بيكون الخضار رخيص وكويس، يعني مش سعره مش عالي قوي. هقول لكم دلوقتي الاسعار اللي انا جبت بيها الخضار بتاعي. بس اول حاجه عايزه اقول لكم ان الفراوله انا بجففها ازاي. زي ما انتم شايفين كده الفراوله زي الفل اهي، ما فيهاش اي حاجه. هوريكم بس انا بعملها ازاي كده. انا طبعا غسلها كويس جدا وقسمها 2 زي ما انتم شايفين. ادي الفراولايه طبعا انا بغسلها بالواحده. في ناس بتشيل الورق الاخضر ده، بس انا مش بحب اشيل الورق الاخضر. انا بقطعها كده من فوق كده واقوم فتحاها كده. طبعا كل واحده وليها طريقه في التخزين الخضار او الفاكهه بتاعها. دي طريقتي انا. وبعدين برش عليها سكر وبعبيها في اكياس. زي ما انتم شايفين الفراوله زي الفل، هي مش غاليه ولا حاجه. في محلات بيتباعها ب10، انا جبتها ب6.5. الفراوله عامله 6.5، هي اللي غاليه شويه. الجوافه بس هقول لكم جبتها رخيصه ازاي وليه، هقول لكم دلوقتي. كده ادي، وزي ما انتم شايفين انا بس فضيت منها حبه علشان اعرف اقلبها. هفضي السكر كده عليها. دي طريقتي في شيل الفراوله. هقلبها كده وبعدين هعبيها في اكياس واشيلها. بتطلعيها بتبقى شربت من السكر وجميله جدا جدا. هي دي طريقتي في شيل الفراوله. هسيبها بقى كده شويه، بعدين تعالوا هقول لكم انا جبت الجوافه ازاي رخيصه مش غاليه. بصوا بقى، الجوافه طبعا غاليه مش رخيصه. الجوافه ب12 جنيه وب14 جنيه، بس انا طبعا مستحيل اشيلها وهي بالسعر ده، لان حرام بردك اخزن الكميه وهي غاليه. طبعا الجوافه دي انا جايباها زي ما انتم شايفين، هي ناشفه جدا. هي خلاص طبعا مروحه، يعني ايه، خلاص قربت تخلص. بس انا خدتها ب5 جنيه علشان فيها زي نقط كده. هي زي الفل زي ما انتم شايفين، ما فيهاش اي حاجه. بس انا كده كده مش بشيلها بالقش، لان القشره بتصفر في التلاجة، فانا بضطر ان انا اصلا اخزنها من غير القشره بتاعتها اهي كده. زي ما انتم شايفين انا كده بقشرها كده، يعني انا كده كده مش بقشرها، مش بشيلها، مش بخزنها بالقشره بتاعتها، عشان القشره بتاعتها بتصفر من الشيل فريزر اهو كده. فبشيلها كده زي الفل، ما فيهاش اي حاجه، وهي ناشفه جدا اهي وزي الفل. انا طبعا بشيلها كده، بعبيها في اكياس وبشيلها كده وبطلعها على العصير على طول. ايا كان بقى، بتحطي عليها ليمون، بتعمليها باللبن، انت وراحتك. بس انا دي جايباها كيلو ب5 جنيه. جايبه الكيلو ب5 جنيه، مش غاليه، اظن سعرها كويس. هي اول ما طلعت كانت غاليه، وحتى وهي ماشيه بردك لسه غاليه، ما رخصتش. يبقى انا جايبه الجوافه ب5 والفراوله ب6.5. كده الاسعار مظبوطه. يعني اللي عارف ان اسعار الجوافه او الفراوله غاليه هيعرف ان انا جبتها بسعر كويس. بس عشان التعليقات اللي جات لي بتشيلي الخضار غالي. وبعدين كمان البطاطس اللي انا خزنتها، البطاطس معروفه في كل حته. البطاطس الكبيره بيبقى ليها سعر والصغيره بيبقى ليها سعر، وانا كل البطاطس اللي جبتها بطاطس صغيره. البطاطس دلوقتي عامله 12 جنيه و10 جنيه، اما البطاطس الصغيره اللي انا جبتها الكيلو ب5 جنيه.
والكيلو كيلو، لما البطاطس الكبيره الكيلو مفهوش يعني حوالي 4 بطاطسات، فمش هينفع تخزني منها، والبطاطس انا ما بخزنش منها الا لما تكون رخيصه. وايه تاني جبته؟ وجبت الطماطم ب2.5، الطماطم عملت 2.5. والبصل طبعا معروف اليومين دول غالي جدا، البصل ب10 وب12 بردك. انا جبت عشان جبت كميه، جبت الكيلو ب6.5. دي اسعار بس هي دي الاسعار. والبزله طبعا معروفه، البزله ب16 جنيه، البزله ب16 جنيه. بس طبعا انا بتعامل بجيب الجبنه والسمنه من حد معين. عندي واحده يعني بتيجي من الفلاحين بتجيب لي الخضار بسعر كويس، فخدت منها الكيلو ب10، فيعني حلو بالنسبه لي، الفرق كويس جدا كده. فالاسعار بالنسبه لي كده كويسه جدا، وبالنسبه لاي حد يعني الفرق كبير. يعني لما تكون البزله ب16 ولا ب15 واخدها ب10 دي حلوه قوي، ولما تكون الحاجه ب10 واجيبها ب5 بردك حلوه قوي قوي بالنسبه لي. فانا ما بشيلش الخضار وهو غالي ابدا، يعني انا ما كانش الخضار مناسب وسعره كويس ما بشيلهوش. وبعدين زي ما قلت لكم الخضار بينفع كتير، مجهود وكله بيوفر كل حاجه، مجهود وبيوفر لك كمان فلوس كل حاجه. بس انا كده بشيل الفراوله. عايزه اقول لكم تكه السكر دي على الفراوله فظيعه رهيبه، بتخلي الفراوله جميله جدا جدا. بتعبي بقى حسب الكميه اللي انت عايزاها براحتك خالص، تعبي كيلو، تعبي نص كيلو، ان شاء الله تعبي ربع، براحتك خالص. انا كل واحده طبعا عارفه احتياجاتها وطلباتها، فبتعمل على الاساس ده. هي بس ممكن تاخدي الفكره وبتطبقيها زي ما انت عايزه. وكده انا قلت لكم الاسعار اللي انا مجففه بيها الخضار، لان لقيت ان انا اقول الاسعار دي حاجه مهمه جدا. اهي كده انا السنه اللي فاتت رمضان اللي فات كانت اول ما نزلت الباميه كانت ب24 جنيه الكيلو. بصراحه انا كنت عايزه اشيل، فنزلت بصراحه الوكاله جبت وعملت حلقه كمان، والحلقات عندكم في القناه ممكن تعملوا سيرش وتجيبوها. حلقه الباميه انا جبتها الكيلو ب11 جنيه، يعني من 24 ل11 جنيه فرق فظيع. طبعا كل واحد بيبيع هتقولوا لي بتبالغي، والله ما ببالغ، هم الخضريه بيبيعوا حسب المنطقه والحته. يعني احنا مثلا عندنا شارع مثلا شيك قوي، فالاسعار بيزودوا فيه الاسعار. شارع مثلا شعبي شويه بيبيعوا فيه الحاجه رخيصه. ليه؟ حسب بقى السكان اللي هم ساكنين، هم بقى دي ضماير بقى، كل واحد بيبيع بضميره وبيبيع ايه بشكل، يعني مش موحدين السعر، يعني لان مفيش رقابه على البيع والشراء، فكل واحد بيبيع بالسعر اللي هو عايزه كده اهو. وطبعا اللي بتحب العصاير فريش دي زي الفريش والله بالظبط، ما تفرقش حاجات كتير لان انتي بتشيليها بطريقه كويسه. وعايزه اقول لك ان ممكن تطلعيها ما تحتاجش السكر، ما تحطيش اصلا سكر، تضربيها كده على طول بشويه ميه صغيرين. هعمل لكم ان شاء الله حلقه ازاي تعملي كوبايه ميكس عصير شيك قوي. طبعا هعمله نص جوافه ونص فراوله ونص مانجا من غير ما يختلطوا ببعض، هحط التلاته على بعض وكل واحد لوحده. طبعا انا كنت شغاله في اللاجون، فكنت شيف عصاير، يعني كنت شغاله في اللاجون. الكلام ده من زمان جدا، يعني من حوالي 13 سنه كده قبل ما اتجوز. كنت شغاله في النادي ده، كنت شيف عصاير، فكنت بعمل عصاير جميله جدا. فانا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم حلقه عن ميكس العصاير بطريقه جميله وشيك قوي وهتعجبكم كمان. الجوافه زي ما انتم شايفين انا هشيلها كده لان هي مش مستويه ولا حاجه. طبعا انت لو عايزه تشيلي البذر بتشيلي البذر كده اهو، بس هي عشان ناشفه بتشيلي البذر كده. انا بشيلها بصراحه
كده لان هي ناشفه اهو. بتشيلي البذر كده وبتشيليها كده، فبراحتك كل واحده زي ما قلت لكم، وليها طريقه في شيل اكلها او خضارها. دي طريقتي. هعبي بقى في الاكياس كده. بردك الكميه اللي انتي عايزاها. عارفين هي اصلا لو مش ناشفه كنت نضفتها ونضفت البذر، لان انا مش بحبها تكون طريه واسيب فيها البذر كده اهو. طبعا دي اوفر لك بكتير، وسيبك من كمان اوفر انضف كمان في رمضان. شوفي دلوقتي ازازه البيبسي او الكوكاكولا بقت بكام، واصلا مش صحيه، غلط جدا جدا على العظم الكاكولا والبيبسي. فانا بفضل الفاكهه الطبيعيه احسن كمان من العصاير الصناعيه. دي افيد بكتير ليكي ولولادك واحسن بكتير. وزي ما انتم شايفين انا كده كيست الفاكهه بتاعتي بالطريقه سهله وبسيطه جدا وموفره. وما تفكروش والله ان الجوافه فيها حاجه، بالعكس هي الجوافه زي ما قلت لكم انا كده سعرها مناسب ليا، لان انا كده كده بقشرها هي علشان بس الاصفر اللي فيها ده. وانا اصلا من طبيعتي بقشر زي ما قلت لكم الجوافه علشان القشره دي بتخلي الجوافه صفرة من الشيل كمان بتصفر، وانا بحبها تبقى بيضه كده وحلوه يعني. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم واستفدتوا من الحلقة، واستنوني في حلقات تانية كتير. ما تنسوش التعليقات الجميلة بتاعتكم واللايكات، ترفعوا الفيديو. على فكرة والله يا جماعة الفيديوهات بتاعتي اقسم بالله ببذل فيها مجهود رهيب، لان انا عندي شغل تاني فبيبقى بالنسبة لي صعب جدا جدا. فان شاء الله ربنا يقويني. فعايزه اقول لكم ان انا يعني حتى الفتره الاخيره دي ما بقتش اتاخر على الفيديوهات عشانكم بردك. فما تنسوش بقى ترفعوا الفيديو باللايكات بتاعتكم والتعليقات، وان شاء الله اعمل لكم حلقات اكلات جاهزه بطريقه سهله وبسيطه ومفيده جدا جدا، هتوفر عليكي وقت ومجهود وفلوس كمان وبس. عايزه اقول لكم تسلم ايدي على الحاجات اللي انا بعملها دي كلها بجد والله. دايما بحب اشكر نفسي، مش غرور والله، عشان بس في ناس بتطلع تقول لي انت مغروره، انت مش عارفه. والله ما مغرور خالص، ولا عمري اكون مغروره ابدا ابدا. اللي ما يعرفنيش ممكن يقول كده، بس انا دي مش طبيعتي. اللي عارفني هيقول غير كده. انا مش مغروره خالص، بس دايما بحب اشجع نفسي واشكر نفسي. مش لازم حد مش لازم استنى مجاملة من حد او كلمة من حد، اللي يقول واللي ما يقولش. طبعا انتوا فاهميني انا اقصد ايه. بس دي الحلقة بتاعت النهاردة، واستنوني في الحلقة الجاية وجايبه لكم افكار جميلة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.